أنيميشن بالعربي. بيبدأ فيلمنا في الفضاء الخارجي وفي مركبة فضائية جواها القائدة اللي بتحكم الفضائيين، والقائدة بتقول لكل اللي موجودين إن الكائن الغريب اللي قدامهم ده نتج عن تجارب جينية خطيرة جدا، وبتلوم الدكتور زومبا وده هو اللي عمله، وبنعرف إن اسم الكائن ده 606. دكتور زومبا بيستغرب جدا وبيقول لها إن الكائن ده هيبقى أقوى سلاح عندهم لأنه استحالة يتدمر وقوي بطريقة ما تتوصفش وعنده ذكاء ما حصلش قبل كده. كل اللي موجودين بيتضايقوا وبيبقوا واثقين ان الكائن ده وجوده خطر على مجتمعهم وعمرهم ما هيعرفوا يغيروه مهما حصل، بس القائدة بتديله فرصة تانية وبتديله المايك عشان يعتذر، والكائن بياخد المايك عشان يعتذر لكنه بيشتمهم وبيسخر منهم، وطبعا القائدة بتقرر انها تنفيه بعد اللي عمله، وبتعرف دكتور زومبا وبتقول له انها هتدمر المعمل بتاعه، وبياخدوا الكائن قبل ما ينفوه في مكان فيه اسلحة. الاسلحة دي مبرمجة على انها تتبع الجينات الخاصة بيه، وبكده مش هيعرف يهرب. الكائن الذكي بيعرف ان الاسلحه بتتتبع لعابه، فبيتف على الحارس والاسلحه فورا بتدمر الباب، فبيهرب وبيستغل الفرصه من الاسلحه اللي بتطارده وبتدمر اي حاجه قدامها. القائده بتتصدم وكل طاقم المركبه من اللي حصل. الدنيا بتسود اكتر لما بيلاقوه سرق اسرع مركبه عندهم، فبيطاردوه بمركباتهم، بس الكائن عارف ان معاه اسرع مركبه واخفهم وبيفلت منهم ابن اللعيبه. وفي غرفه القياده بيعرفوا ان الكائن وجهته الى كوكب اسمه كوكب الارض، وهيوصل هناك بعد ساعات معدوده. القائده بتتبسط جدا وبتقول لهم ان كوكب الارض ده اغلبيته ميه والميه هتموته، لكنهم بيتصدموا لما بيشوفوا من جهاز التتبع ان الكائن هيقع على جزيره مش في الميه زي ما كانوا متخيلين. والدكتور زومبا بيتوسل للقائده انها تفكه وهو هيوعدها انه هيرجع الكائن تاني. القائده بترفض طبعا وبتقول لواحده في غرفه القياده انها تدمر كوكب الارض كله، وفجاه بيجي واحد بينقذ الموقف وبيعرف نفسه ان اسمه العميل بوكلا وانه يعرف الكتير عن كوكب الارض ده، وبيعرف القائده ان كوكب الارض ده كوكب فيه حياه وكائنات عايشه. فالقائده بتدي امر للدكتور زومبا انه يروح كوكب الارض وهيبقى معاه العميل بوكلا، وبتاكد عليهم انهم لازم يتعاملوا ككائنات بشريه علشان ما يخالفوش سياساتهم وعشان ما ينفعش البشر يحسوا بوجودهم ابدا. العميل بوكلا بيتحمس جدا وبيحضن الدكتور زومبا من الفرحه، بس الدكتور زومبا بيبقى متضايق جدا انه هيروح معاه. وفي كوكب الارض بقى يا صديقي بنشوف البنوته الصغيره ليلو اللي هتبقى جزء كبير من حكايتنا. بتبقى على الشاطئ وبتاخد شنطتها وبتجري عشان ما تتاخرش على العرض بتاع الرقص، وبتوصل اخيرا للمكان بس متاخر، والمدرس بيسالها ايه سبب التاخير، فبتقول له انها كانت بتاكل اصحابها الاسماك. فالمدرس بيستغرب جدا وبيسيبها مع اصحابها عشان تلبس الزي الخاص بالعرض، واصحابها المتنمرين بيتريقوا عليها وعلى اكسسواراتها الرخيصه وبيقولوا لها انها ما عندهاش اصحاب زيهم. وواحده من المتنمرين دول بتقول لها ان الاسوره دي بتاعت الاصدقاء وانت ما عندكيش. فالبنت بتحس بالوحده التامه، فبتتضايق جدا ليلو وبتحزن اكتر لما بتعرف ان اختها الكبيره لسه ما جاتش عشان تحضر العرض. وبنشوف اختها الكبيره ناني اللي بتحاول تدور العربيه بس مش بتدور. وبعد كده العرض بيكون بدأ، وواحده من صحابها بتسخر منها عشان اختها ما جاتش وبتزقها كده بالخباثه وبتوقعها. طبعا ليلو ما عدتش الموضوع كده وخلاص، فبتزق صاحبتها وبتوقعها من فوق المسرح، وطبعا بتحصل كارثه والعرض بينتهي. طبعا المدرس واقف مع اهل البنت وبيعتذر لهم عن اللي حصل، وبيقول لهم ان ليلو بعد موت ابوها وامها اتغيرت كتير واثر عليها جدا. ليلو بتروح بعد كده وبتشغل اغنيتها المفضله وبتبقى حزينه. اختها بتوصل لمكان العرض وبتلاقي ان العرض خلاص انتهى، فبتروح للبيت بسرعه وبتلاقي ليلو قافله على نفسها البيت كله وقاعده لوحدها. فناني اختها بتكلمها من الشباك الازاز وبتقول لها اسفه انها ما قدرتش تحضر العرض، وبتطلب منها انها تفتح لها الباب. وفجاه بتيجي المشرفه الاجتماعيه اللي لو حست ان في مشكله هتاخد ليلو منها تعيش في دار. ناني بتحاول تداري على الموضوع وبتقول لها ان الباب مش عاوز يفتح فهيدخلوا من الباب التاني، فبتكتشف ان ليلو قافله الباب ده كمان، فبتزقه وبتكسره وبتقول للمشرفه انها تقدر تدخل. المشرفه بتخش وبتشوف الفواتير بتاعتهم ما اتدفعتش، وبتشوف رسومات ليلو بتدل ان ناني بتسيبها كتير لوحدها. ليلو بتروح بتسلم على المشرفه، بس المشرفه بتلاحظ جرح في ايديها وبتسالها ايه سببه، فليلو بتقول لها انها اتعورت لما كانت بتنط من الشباك. ناني بتحاول تشاور لليلو وتهمس لها بكلام من ورا ظهر المشرفه، خلتها تقول انها بقى عندها اصحاب كتير وبتيجي في مواعيدها وبتاكل وبتتغذى كويس. طبعا المشرفه بتبقى حاسه ان في كذب بس مفيش دليل، وبتشوف ناني وهي بتحط عصير معلب بدل الشاي، ده دليل ان مفيش اي حاجه في البيت. فطبعا المشرفه بتتكلم مع ناني وبتقول لها انها حاسه ان في حاجه غلط وده مش في صالحها، وبتقول لها انا واثقه انك بتعاني في تربيه ليلو لوحدك، ده بعد موت باباها ومامتها، وعشان ليلو كمان لسه صغيره وناني كمان لسه صغيره فالافضل ان ليلو تعيش تحت اشراف الدوله. فناني بتزعل جدا لانها مش عاوزه ليلو تعيش بعيد عن حضنها. فالمشرفه بتحس بالحزن ده وبتتعاطف معاها جدا، فبتقول لها انها هتديها فرصه
الأخيرة تدفع الفواتير اللي اتأخرت وتكون مع ليلو في البيت، ما تسيبهاش لوحدها وتأكلها كويس وتعمل أوراق التأمين الصحي على حياتهم. فبتقول لها إن كل ده قدامها في أسبوع قبل ما المدير الجديد يوصل، وبتقول لها لو نفذت الكلام ده في المدة دي هتسيب ليلو تعيش معاها على طول. وبتمشي بعدها وبتجري ناني على ليلو، بتكون متغاظة من الكلام اللي قالته للمشرفة، وبتقول لها لو ما ظبطناش نفسنا هياخدوكي مني. بتطلع لأوضتها وهما الاتنين بيبدأوا يعبروا عن الكبت بالصريخ. ناني راحت ترمي الزبالة قبل جارتها، وجارتها بتقول لها تسيب الشغل اللي هي فيه وتنضم للمدرسة. ناني بتقول لها لا وبترفض عشان ما تبعدش عن اختها وتقضي احتياجاتها. وفجأة بيعدي بالصدفة حفيد جارتها وبيسلم على ناني وبيشرح لها قد ايه البحر والموج كانوا حلوين قوي النهارده، وبيفكرها بالايام اللي كانت بتركب ناني فيها الامواج. وبنفهم من كلامه يا صديقي انه معجب بيها، فناني بتتجاهله وبتشكرهم وبتدخل. وتعالى بقى نشوف المصيبة السوداء اللي في الفضاء اللي قربت تدخل على الارض دي. الانذار بيشتغل في المركبة عنده، فالكائن بيتعصب جدا من الصوت وبيدمر وحدة التحكم، وطبعا عشان هو ذكي بيشوف انه هيصطدم بكوكب كله ميه. وبنيجي بقى ناني وهي بتدي ليلو الاكل. ليلو بتسالها هو انت مش كويسه زي ما الناس بتقول عليكي؟ فناني بتقول لها طبعا الكلام ده مش حقيقي، وانها بتحاول تكون افضل شخص ليها، وبتقول لها انها اسفه عشان بتعمل حاجات بتضايقها، وبتحضنها وبيبقى في مشاعر اسريه جميله وبيلعبوا مع بعض بهزار. وبعد شويه ليلو بتشوف ضوء في السماء، فناني بتقول لها ان ده شهاب اكيد. فليلو بتقول لها انها لازم تتمنى امنيه زي ما كانت بتعمل في وجود امها، وبتطلع ناني بره وبتقعد تتمنى قدام الشباك. فناني بتفتح الباب بالراحه وعاوزه تسمع هي بتتمنى ايه، وبتسمع ليلو بتقول انها بتتمنى صديق مخلص يحبها وما يسيبهاش زي باباها ومامتها. وبنشوف بقى ليلو بعد ما اصطدم بالارض والكائن بيكون بخير، وده كلام الدكتور زومبا لما قال انه مش بيتاثر باي حاجه وبيتكهرب بسبب الطوق اللي لابسه. وبنشوف في نفس اللحظه بوكلا وهو بيزعق لزومبا عشان يسيب الجهاز اللي بيتحكم في الطوق اللي لابسه الكائن، وبيقول له انه ما ينفعش يبوظ عشان ده جهاز تتبع. وبنشوف الكائن وهو متضايق من الطوق اللي لابسه وبيروح يكهرب نفسه وبيشيل الطوق من رقبته. وبوكلا وزومبا بيتصدموا عشان الاشاره راحت ومش عارفين فين مكانه، وزومبا بيقول له ان هو اللي صنع الكائن ده وهيعرف يوصل له. وبنشوف الكائن بيسرق عربيه صغيره وبيجري بيها وبيتصدم بيها في حفله بشريه، وبيتنطط في المكان كله وبيعمل شغب، والناس كلها طبعا بتترعب، وهو ولا على باله ومستلذ باللي بيعمله لانه جديد عليه، وبيفضل يتنطط وبيدمر كل حاجه، وبيجري على التورته بتاعت الحفله وبيدمرها هي كمان، وفي واحد بيصوره. ونشوف دكتور زومبا وهو بيتكلم مع بوكلا وبيقول له ان المفروض يتبعوا مكان اثر تدمير المركبه ويعرفوا مكان الكائن. والكائن طبعا مش بيكون فاضي وبياكل وبيمشي في الشارع، بس في اتوبيس خبطه ومن قوه الخبطه بيفقد الوعي. تاني يوم الصبح بوكلا بيعرف زومبا على الجهاز الخطير اللي بيحولهم لكائنات ارضيه عن طريق النسخ، وبيتمشوا وسط زحمه الناس وهم لابسين لبس تنكر عشان محدش يشوفهم، وشافوا شخصين زيهم بالظبط بس بشريين وبيلمسوهم. فاجهزه الاستنساخ بتغير شكلهم، بيتغير لنفس الناس اللي لمسوهم، بس بيبقى المشي صعب عشان مش نفس هيكل الجسم، وبيوصلوا بالعافيه لحد الفندق عشان يحجزوا غرفه ليهم، وبيكونوا في غرفتهم وزومبا بيجرب السلاح اللي معاه فبيضرب بيه على الحيطه وبيعمل فجوه وكان عاوز يخش فيها. بوكلا بيجري عليه بسرعه وبيقول له انه لازم يفتكر كلام القائده، ما ينفعش البشر يشوفوا اي سر من اسرارهم. وفي الفجوه بيكون في واحد شايفهم ومش مصدق اللي شايفه، وهم نازلين في الاسانسير بيشوفوا خبر في الشاشه انه في اتوبيس خبط كائن مجهول وخلى الناس في رعب، ونقلوا الكائن للعيادات البيطريه، وبيفهموا ان ده الكائن اللي بيدوروا عليه. وبيجي مشهد الكائن جوه القفص والناس مفكرينه انه كلب من الانواع النادره، وبيفوق بيحاول يكلم الكلاب بس باللغه بتاعته، بس الكلاب كانت بتهوهو عليه وعاوزين يهاجموه، بس لما بيكسر القفص الكلاب بتخاف وما بيطلع لهمش حس. وليلو في الوقت ده بتبقى مع جارتهم وبتترجاها انها تدخل تشوف انواع الكلاب، فبتوافق تخليها تروح وبتديها سبراي مخدر عشان تدافع عن نفسها لو حد قرب منها. فبتروح ليلو للموظفه وبتقول لها انها بتستأذن تشوف الكلاب، فبتتشرط عليها موظفه انها ما تاكلش الكلاب اي حاجه وبتاخد منها كل الحلويات اللي معاها. وفي نفس الوقت الكائن بيهرب من الباب التاني وبيلاقي كيكه بيفترسها، فبيشوف زومبا وبيضربه بالاسهم المخدره وهو بيصدها بالصينيه اللي كانت فيها الكيكه، وبيحدف عليهم الصينيه عشان يشتتهم، وبيجري بسرعه وبيلاقي عربيه بيدخل جواها وبيحسب الصمغ اللي جنبه مسدس فبيطلع يهاجمهم لكنه بيتصدم، بس عنده قوه سمع خارقه فبيسمع بوكلا وهو بيتكلم وبيقول انهم ما ينفعش يأذوا البشر نهائيا، فبيجري بسرعه على مركز الحيوانات تاني. وليلو في نفس الوقت كانت بتتفرج على الكلاب بس حاسه ان في حاجه غريبه عشان الكلاب خايفه. وفي الوقت ده الكائن بيكون فوق السقف وبيبص على صوره فيها بنت حاضنه حيوان اليف، فبيشغل دماغه وذكائه وبتجيله فكره انه يبقى صديق للبنت اللي هو شايفها وبيعمل نفسه كلب عشان تاخده، فبيحاول يغير شكله عشان يشبه الكلاب وبيدخل دراعينه من الاربعه اللي عنده. وليلو بتوصل عند القفص المتدمر وهي مستغربه، فبيظهر الكائن الغريب وبيكون مغير شكله شويه عشان يبان انه كلب. ليلو بتشيله بتبقى مصدومه من جماله وبتكون مش مصدقه لما بيرحب بيها وبيحضنها، وبتيجي جارتهم والموظفه بتاعت المكان وبيبعدوا الكائن عنها، بس الكائن بيعمل نفس صوت الكلب وكانه اتعلق بيها وعاوز يبقى معاها. وليلو بتترجى جارتهم انها تاخده معاها البيت فبتوافق وبتاخده وبيروحوا. وزومبا بيقول لصاحبه ان الكائن الذكي بيستخدم البنت عشان يهرب لانه عارف اننا مش هنعرف نعمل حاجه طول ما هو جنب البشر، وبيضرب بوكلا بالغلط بالسلاح المخدر. لما بيروحوا البيت ناني بتكون متضايقه من جارتهم انها جابت كلب ليلو، فجارتهم بتقول انها بتعيش اصعب ايام حياتهم دلوقتي والكلب ده هيلهيها شويه. وفي نفس الوقت ده الكائن بيكون بيلعب هو وليلو وبيجروا ورا الفراخ وبتقرر تسميه ستيتش وبيبقوا في قمه السعاده. ناني
بتروح لليلو وبتقول لها ان الكلب ده هيفضل النهارده بس، وبتقول لها انها هتيجي معاها الشغل النهارده كمان وتستنى مع جارتهم لحد ما تروق وتنظف الفوضى اللي في البيت. وبنشوف بقى العنصر الثالث وهم شرطه LCIL، وبيوصلوا للمكان اللي وقع فيه المركبه، وبنشوف العميل كوبرا المسؤول الخطير وبيكون متاكد ان في حاجه غلط وخطر بتحصل. وبتيجي زميلته بتوري له صوره ليلو مع الكائن وبتقول له انهم كانوا اخر مره في المركز الطبي للحيوانات. وفي نفس الوقت ده جارتهم بتطلب من ليلو والكائن انهم يفضلوا مستنيينها وبتمشي. وبيشوف ستيتش التلفزيون وبيحاول يقلد الكائن اللي شافه، وزمايل ليلو المتنمرين بيضايقوها وبياخدوا منها اللعبه بتاعتها. وستيتش لما بيشوف كده بياخد عربيه واحده منهم وبيدورها وبيمشي، وبياخدها ستيتش وبيجروا بالعربيه الصغيره وهم في الطريق بيلمحهم زومبا. وستيتش بيواصل الجري بالعربيه لحد ما بيوصل لنهايه الطريق، وطبعا بيتصدم لما بيعرف ان الميه محوطاهم من كل مكان. وليلو بعد كده بتاخده وبتنزل الميه، بس هو بيبقى متضايق جدا وبيهرب من الموقف في الرمله، وبيبني مدينه من الرمله وبيمثل انه ضخم وبيدمر الدنيا. وبيقضي وقت جميل هو وليلو وبيلعبوا مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. وبعد كده بيرجعوا مع ناني في العربيه، وناني بتقول لليلو انها تهدي الكلب بتاعها عشان تعرف تركز في السواقه عشان ما يعملوش حادثه. بتقول لها انه ليه اسم واسمه ستيتش، وبتفرمل ناني بسرعه وهي كانت على وشك انها تخبط زومبا وبوكلا. وستيتش خلاص عرف ان ده زومبا وبيتريق عليه عشان واثق انه مش هيعرف يلمسه، بس زومبا بيرمي جهاز تتبع تحت العربيه عشان يعرف يوصل له، وبيكمل سحب في صاحبه بوكلا اللي بيكون لسه متاثر بالتخدير. وناني بتاخد ليلو وستيتش المكان الشغل بتاعها وبتقول لهم انهم ما يتحركوش من مكانهم، وبتمشي وتسيبهم. وبيجي الشاب حفيد جارتهم اللي شغال في نفس المكان وبيسلم على ليلو، وليلو بتعرفه على ستيتش. وبعد كده ليلو وستيتش بيلعبوا مع بعض بالميه وكالعاده بيخربوا الدنيا. وبالليل ستيتش اول مره يشوف عرض الالعاب الناريه وبيسحب شعلتين وبيروح يقلد اللي شافه، وبيحدف شعله بالغلط على ترابيزه فبيحصل دمار في المكان والناس بتخاف من المنظر وبيجروا. وطبعا المدير بيطرد ناني من شغلها بسبب اللي حصل من اختها والكلب بتاعها، فبتاخدهم وبتروح. وفي نفس الوقت بوكلا بيتواصل مع القائده وبيعرفها انهم لسه ما وصلوش لمكان الكائن، فبتتعصب عليهم القائده وبتقول لهم انهم يلاقوه في اسرع وقت وبتقفل معاهم. واحده من مركز القياده بتقول لها انها جاهزه باشاره انها تدمر كوكب الارض كله. وناني لما بترجع البيت بتقول لليلو انها تنظف الكلب بتاعها، لكن ستيتش بيكون خايف جدا من الميه وبيحاول يهرب في اي مكان، وبيحاول يجري في كل حته من ليلو وناني وبيدمر اي حاجه بتقابله في طريقه، وبيولع البوتاجاز وبيحط المعالق في الخلاط وبيكون سعيد بالدمار اللي بيعمله. ولما ناني بتحاول تمسكه بيفتح باب الفريزر وبيخبطها وبيكمل تكسير في الشقه. والعميل كوبرا بيبقى بيتجسس عليهم وبيسمع ناني وهي بتقول انها شاكه ان ده مش كائن طبيعي ولازم ينفذوا كل حاجه قالتها المشرفه قبل ما المدير الجديد يوصل عشان ما ياخدوهاش منها. العميل كوبرا بتجيله فكره انه يتنكر ويعمل نفسه المدير الجديد. وبنشوف ليلو وهي بتتكلم مع ستيتش وبتقول له يبطل يدمر اي حاجه قدامه، وبتلبسه الزينه اللي من الورد وبتفرجوا على صورها مع امها وابوها. وبتتكلم معاه عن اختها ناني وبتقول له انها كانت مختلفه تماما قبل ما يموت بابا وماما، كانت شاطره في المدرسه بس رفضت تكمل عشان تفضل معاها. وستيتش بيحس وبيتاثر بكلامها وهو كمان بيحاول يعرفها انه اصلا ما عندوش عيله. فليلو بتحاول تغير الموضوع وبتعلمه ازاي يرقص زيها. وتاني يوم الصبح ليلو بتجري على ناني وبتوريها ستيتش وهو بيعمل مزيكا من بقه، بس ناني ما بتاخدش بالها عشان مشغوله. وهم خارجين من البيت ناني بتقابل المشرفه وبتعرفها على المدير الجديد اللي هو كوبرا العميل السري المتنكر. وبيروح كوبرا يسلم على ليلو وفي الخباثه كده بياخد شعرايه من ستيتش، بس ستيتش بيصرخ في وشه وبيحاول يهاجمه. وناني وهي بتتكلم مع المشرفه بتقول لها انها بتدور على شغل وبتاخد ليلو وبتمشي. وهم في طريقهم بالعربيه زومبا وبوكلا بيكونوا بيراقبوهم وبيمشوا وراهم، وبيوصلوا لمكان الشغل الجديد وناني بتطلب منهم تاني ما يعملوش شغب وبتمشي. وليلو بتحاول تشرح لستيتش وبتعلمه ازاي يبطل يبقى مدمر ويحسن من اخلاقه. وستيتش بيمسك كوبايه وبيكسرها، لكن ليلو بتفهمه الصح من الغلط وبيستجيب وبيحطوا كوبايات فوق بعضها بشكل جميل. وبيرجع العربيه لصاحبه ليلو بس بعد ما دمرها تماما. وبعد ما ستيتش بيكسر كل حاجه ناني بتترفد من كل شغلانه بتروحها. ولما بيكونوا قاعدين مع بعض ستيتش بيجيب ورقه فيها اعلان عن شغل تدريب لركوب الامواج، وناني بتروح فعلا الشغل الجديد وبتعلم الناس ركوب الامواج. وستيتش بيشوف كلب راكب مع صاحبه فبيغير وبيكون نفسه يعمل زيه وبيدي ليلو لوحه تزلج، وليلو بتخلي ناني تركب بيهم الامواج وبيكونوا مبسوطين جدا. ومره واحده زومبا وبوكلا بيقربوا منهم وبيضربوا ستيتش بإبر المخدر بس بتيجي في العوامه بتاعته. والعميل كوبرا بيكون بيراقبهم وبيفهم ان في شخصين بيراقبوا ستيتش وليلو. وستيتش بيوقع زومبا في الميه وبوكلا بيخبط في الامواج وبيقع من على الجيت سكي. وستيتش بيكون السبب ان ناني بيختل توازنها وبيقعوا هما الثلاثه في الميه. وليلو ما بتكونش عارفه تعوم عشان ستيتش ماسك فيها وبيحاول ينجب روحه. وبيشوفهم بسرعه صديق اختها وبينزل الميه وبينقذها على اخر لحظه، وبياخدوا ليلو من الميه وبيطلعوها على الشاطئ وبتكون فاقده الوعي وبيفوقوها. وستيتش بيكون حزين جدا لانه حس ان هو السبب في كل ده. وبينقلوا ليلو المستشفى وبتيجي جارتهم وبتكون مع ناني وبتحاول تهديها. وبيكونوا مبسوطين لما الدكتوره بتطمنهم على اختها، والدكتوره بتقول لناني انها عاوزه رقم التامين الصحي
وطبعا ناني ما بتكونش عملت التأمين الصحي، والمشرفة بتيجي بعد ما سمعت بالمشكلة وبتقول لها انها تراجع نفسها وتسيب اختها عشان هي مش في امان معاها. وناني طبعا بتكون حزينة عشان حاسة ان ليلو خلاص هياخدوها. وبنشوف صديق ناني اللي ما بيكونش عاوزهم يتفرقوا عن بعض، وستيتش بيكون زعلان جدا عشان بيحس بالذنب، وزومبا بيكون مستغرب جدا لان ستيتش بيكون مهتم بليلو وده عكس جيناته المدمرة. ومرة واحدة القائدة بتتصل ببوكلا وبتقول له ان في حد بيراقبهم، وبتسمعه تسجيل مكالمة وهو بيقول انهم لقوا كائنات فضائية، وبتتعصب عليهم وبتقول لهم انهم يلاقوه يرجعوه ليها. وبوكلا فعلا بيجيب الطوق عشان يقبض عليه، بس زومبا بيفتح بوابة وبيحبسه جواها. وناني وهي بتاكل ليلو بتفكر تقول لها انهم هيتفرقوا عن بعض بس ما بترضاش وبتسيبها وبتمشي. وستيتش بيسمع ناني وبيكون حزين لانه هو السبب. وليلو بتروح لناني وبتكلمها عن ابوها وامها وبتقول لها انهم وحشوها. وليلو بتنام جنب اختها وبتقول لها ما تسيبنيش. وناني بتاخدها في حضنها وبتحكي لها حواديت وبتقول لها ان مهما حصل عمرها ما هتسيبها ابدا. وستيتش بيمشي من البيت وبيكون حزين جدا من نفسه لانه كان هيبقى السبب في موت ليلو. وبيروح لمركز الحيوانات وبيدخل قفص وبينام جواه. والصبح بيجي كوبرا والمشرفه لناني عشان ياخدوا ليلو. وناني بتكون حزينه جدا ومش عارفه هتقول لليلو ايه، وبتخش الاوضه وما بتلاقيش ليلو، فبتروح هي وصاحبها وبيدوروا عليها. وليلو بتكون بتدور على ستيتش في كل حته، فبتروح مركز الحيوانات وبتلاقيه نايم هناك. ستيتش بيتفاجئ بيها وبيقول لها ان هو السبب في كل حاجه حصلت وبيحس بالذنب جدا. وليلو بتقول له انه ما يزعلش، هي كويسه بس يحاول يحسن من تصرفاته، وبتفكره انه واحد من عيلتها وبتحضنه وهو بيكون سعيد جدا. وبيظهر زومبا من البوابه وبيقول لليلو انه جاي يقبض على الوحش اللي عمله، فليلو بتقول له انه صديقها ومش هياخده منها. وستيتش بيتسحب وبياخد السلاح بتاع زومبا وبيهدده بيه، فبيضرب بالسلاح في الارض والسقف وبيعمل فجوه بيوقع زومبا جواها. وزومبا بيفضل جوه البوابه ومش بيعرف يطلع منها. وبيرجعوا للبيت ومعاهم السلاح بس مش بيلاقوا ناني هناك. وفي نفس الوقت جارتهم وناني وصاحبها والعميل كوبرا والمشرفه بيكونوا بيدوروا على ليلو في الغابه. وزومبا لسه زي ما هو عمال يتنقل بين البوابات، فبيغير شكله لشكله الطبيعي عشان يعرف يخرج. وليلو بتكون في البيت هي وستيتش ومستنيين اختها. ستيتش بيقول لها انها تسكت عشان حاسس بالخطر. وزومبا بيكون وصل البيت وبيبدا يدور عليهم. ستيتش بيضرب بالسلاح عشان يروح الاوضه الثانيه بسرعه، بس زومبا بيسمعهم وبيروح لاتجاه الصوت، وهم بيكونوا فتحوا بوابه ثانيه سريعه وبيروحوا الاوضه ثانيه. وزومبا بيتبع اثرهم بس هم بيكونوا طلعوا من الباب الخلفي وبيهربوا. وزومبا بيبدا يدمر في كل حاجه في البيت والذكريات عشان ليلو تتاثر وترجع. وليلو فعلا بترجع له وبتقول له ما يدمرش ذكرياتهم، وبتكون شجاعه ومش خايفه من المواجهه. وبوكلا بيوصل للبيت وبيشوف ليلو، لكن ليلو بترشه بالسبراي والسبراي بيرجعه لشكله الطبيعي وبيقع بره. وزومبا بيكون بيدمر كل شبر في البيت وبيضرب ستيتش وبيوجه عليه السلاح بتاع البوابات. ليلو بتيجي بسرعه وبتحدفه بالطاسه والسلاح بيقع منه، وستيتش بياخد السلاح وبيفتح بوابه في السقف وبيوقع عليه الثلاجه. وليلو بتاخد السلاح التاني وبتهدد زومبا، وزومبا بيقرر يستسلم. وزومبا بيقول لستيتش انه ما ينفعش يعيش هنا لانه دمر العيله كلها وفرقهم. وليلو بتكون حزينه جدا لما بتلاقي ألبوم الصور على الارض وبتاخد الصوره المفضله ليها. وزومبا بيفكر ستيتش انه استخدم ليلو في البدايه كدرع حمايه وانه مش بيحبها ولا حاجه. وستيتش بيحزن جدا من افعاله وبيلبس الطوق وبيروح مع زومبا عشان ليلو تكون في امان. وستيتش بيدخل البوابه مع زومبا وبيطلب من ليلو انها تطلع بره البيت قبل ما يتدمر، بس البيت فعلا بيتدمر وجارتهم بتشوف المنظر وبيرجعوا البيت يدوروا على ليلو هناك. وبيقابلوا بوكلا وهو بيغير شكله، والعميل كوبرا بيقبض عليه وبيعرفه انه كشفه. وبوكلا بيقول لكوبرا ان ليلو في المركبه الفضائيه اللي هتمشي في خلال دقيقه وهو عارف مكانها فين. وزومبا جوه المركبه الفضائيه بيحول ستيتش لوحش اعنف واقوى عشان محدش يقدر عليه. وبيفرح جدا ستيتش بوجود ليلو اللي اتسللت للمركبه وزومبا بيكون ماشي بيها. وناني بتروح تترجى لعميل كوبرا عشان يخلي الكائن يدلهم على مكان ليلو، وكوبرا بيقول لها انه مش موافق بس الكل بيضغط عليه وبيوافق اخيرا. وجوه المركبه ستيتش بيقول لليلو تدوس على الزرار الاحمر، وقبل ما زومبا يكشف وجودهم ستيتش بيقطع في اسلاك المركبه. وليلو بتنتهز الفرصه وبتدوس على كل الزرار اللي في وحده التحكم، وزومبا بيكشفها وبيقول لها مش هتفهم حاجه ومش هتعرف تسوق المركبه. وليلو بتدوس على الزرار اللي خرج ستيتش، وستيتش بيهجم على زومبا وبيضربه، والمركبه خلاص هتنطلق بسرعه عاليه. ستيتش بيفتح الباب الخلفي للمركبه والهواء بيسحبهم لبره كلهم، وزومبا عشان تخين بيخش الفتحه وبيسدها، وستيتش بيكسر الطوق وبيحرر نفسه. وليلو بتغير شكل زومبا من جهاز الاستنساخ وبيقع في البحر، والمركبه خلاص بتبقى هتتدمر بيهم وما بيكونش في حل تاني غير انهم ينطوا بره المركبه. وناني وكوبرا بيتبعوا المركبه عن طريق الجهاز اللي مع بوكلا، وستيتش بيطلب من ليلو انها تنط معاه عشان ينقذها من التدمير، مع انه واثق ان هو لو وقع في الميه هيموت. وقبل ما ينطوا الصوره بتاعت ليلو والعيله بتقع والمركبه بتنهار في البحر. وناني بتوصل لمكان السكوت وبتنزل الميه وصاحبها بيجري عشان يلحقها، وستيتش بيكون واقف على جزء من المركبه وبيشوف ليلو عليها جزء من المركبه ومش عارفه تخرج بسببه في الميه، وستيتش بينط وبيشيل الجزء من عليها وبيزقها لبره وبيضحي بحياته عشانها. وليلو بتشوف انه مش قادر يطلع فبتنزل تجيبه، لكن وزنه بيبقى تقيل عشان الميه بتزود من وزنه. وليلو بتحاول معاه بس ستيتش بيسيب ايديها عشان ما يتسببش في غرقها وبيقع هو تاني في الاعماق. وناني بتوصل وبتخرج ليلو لصاحبها، وليلو بتقول لها انها لازم تنقذ ستيتش عشان ما يموتش لانها بتحبه جدا. وناني بتكون بتفكر في اختها وبس.
وستيتش بيشوف انه انقذ ليلو واختها جات لها بعدها وبيفقد الوعي، بس ناني بتنزل عشان تطلعه لكنه بيكون وزنه تقيل جدا ومش بتقدر عليه، بس ناني بتشيله وبتمشي بيه تحت الميه عشان تنقذه، وليلو بتخرج بره وكلهم بيبقوا قلقانين على ستيتش وناني اللي لسه ما خرجوش، وفعلا بيلاقوا ناني خارجه ومعاها ستيتش، وصاحب ناني بيحاول باي طريقه انه يفوق ستيتش، بس الكهرباء ما بتبقاش كفايه، وليلو بيجيب اسلاك البطاريه من العربيه وبيوصلوا الاسلاك بالعربيه وبيوصلوها بستيتش وبيدوروا العربيه، بس ستيتش ما بيتحركش، وليلو بتحزن عليه جدا، بس ستيتش بيفوق وليلو بتكون فرحانه بيه، وستيتش بيخرج لها صوره عيلتها من بقه وبتكون فرحانه اكتر، وبتيجي في الوقت ده القائده والحراس بتوعها وبيحاصروا كل المكان، وبتقول للجميع انها هنا عشان تاخد الكائنات معاها، وبتقول لهم انها اسفه على اي فوضى حصلت، وبتقول لهم انها هتحاسبهم كلهم، وبتسحب زومبا من الميه في المركبه، وستيتش بيقول للقائده انه بقى اسمه ستيتش، وبيقول لها انها تسمح له يودع اصحابه، وبيروح يودع ليلو، وليلو بتقول له انه ما يسيبهاش لانها اتعلقت بيه، والقائده بتسال نفسها هو ازاي علاقته بيهم قويه كده. ستيتش بيقول لها انهم عيلته وليلو علمته كتير وحس بالامان معاهم، فبيقاطعهم العميل كوبرا وبيعرف نفسه للقائده، وبيقول لها انها تسمح لستيتش انه يعيش معاهم، وبيوعدها ان محدش هيحس بوجوده، وبتوافق القائده بوجود ستيتش معاهم بس بشرط ان العميل بوكلا يفضل معاه، والقائده بتطلق سراح ستيتش وبتخرج بره الكوكب، وبيروحوا على البيت، وطبعا بيكون حطام فبيقرروا انهم يبنوه من الاول، وجارتهم بتطلب من ناني انها تبقى الوصيه على ليلو، وبكده ناني تقدر تسافر تكمل دراستها، والمشرفه بتوافق على القرار ده، ومع الوقت بنوا البيت تاني وناني بتسافر عشان تكمل دراستها، وليلو هي بتكلم ناني فيديو، ناني بتستخدم السلاح وبتروح ليهم البيت تلعب معاهم. أنا أحمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وتاخد جولة كده على الماشي، واستنونا بفيديوهات تانية كتير.